السلام عليكم يا صديقي، معاك رمزي ابو زيد من باد بويز، وهنا بنتكلم عن كل حاجه ليها علاقه بالموتوسيكلات. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه لو الفيديو نفعك، وحاول تشيره مع اي حد يمكن تفيده لا قدر الله تنقذه لو الموضوع ده حصل معاه في يوم من الايام. وابلنج، سبيد وابل، ديس وابل، وتانك سلابر. تعددت الاسماء والكابوس واحد. والله زي ما بقول لك كلمه كابوس ديت يعني اقل حاجه. انا واحد من الناس اول لما فكرت اجيب موتوسيكل وكنت بشوف الفيديوهات دي، الحاجه اللي كانت مرعبه بالنسبه لي ايه هو الوابل دوت. لما الجدون بتاع البايك بيتحرك يمين وشمال بصوره مبالغ فيها، وده بيكون خارج عن ارادتك. في الطبيعي انت لو شلت ايدك من على الجدون بتلاقي الجدون بيتحرك او بيتهز بصوره خفيفه جدا، ودوت بيكون ناتج عن احتكاك البايك بالاسفلت. فالاحتكاك ده بيؤدي لعمل قوة، القوة دي بتخلي الجدون بيتهز، وده اللي بيخلي البايك ثابت لو انت مش ماسك الجدون. ليه اسباب هقول لك عليها دلوقتي. اول حاجه وديت انا خليتها اول نقطه لاني ما لقيتش ناس كتير بيتكلموا عليها، وهي الهيد بيرنج. ايه هي الهيد بيرنج؟ طبعا انت عندك في الموتوسيكل المساعدين بتوعك الامامي فيها حاجه قدام كده اللي هي الصاموله اللي قدام دي. الصاموله دي تحتيها صاموله تانية واللي احنا بنسموها الفرش. دي لو مش مربوطه كويس او موزونه بمعنى اصح، في ناس بتربط عليها قوي وفي ناس بتخفها قوي، تمام؟ ودي اللي بتحكم في تقل الجدون. انت لو ما ظبطتهاش عايز اقول لك دي هتبقى سبب رئيسي في حدوث الوابل. فوانت بتظبطها اتاكد ان انت بتعملها عند حد فاهم عشان ما تفوتش منك ولا قدر الله يحصل المشكله دي. تاني حاجه الكاوتشات. الناس يا جماعه بتهمل الكاوتش، ممكن تلاقيه مظبط البايك بتاعه بس مهمل الكاوتش، لان احنا بنقول انت ماشي على عجلتين، فتخيل العجلتين اللي انت ماشي بيهم مش مهتم بيهم. طيب الكاوتش بيبقى ايه مشاكله؟ الكاوتش نفسه بيكون فيه مشكله. يعني انت في حرفيا والله بشوف ناس سايق بالبايك لحد ما السلك بتاع الكاوتش باين، دوت بيكون سبب من اسباب اللي هو حدوث الوابل. لو الكاوتش بتاعك مش منفوخ كويس بيؤدي للوابل. لو الكاوتش متشقق، اي تشقق في الكاوتش بيؤدي للوابل. خرم بقى او في مسمار دوت برضو بيخلي البايك يحصل فيها وابلنج. الجنط نفسه لو معوج برضو هتلاقي البايك بتاعك حصل فيها وابلنج. طب ايه الاسباب التانية؟ السبب التالت المساعدين، سواء المساعدين الامامي والخلفي. عايز اقول لك ان الحاجات ديت من ضمن الحاجات اللي انت لازم تشيك عليها. انت مش جبت موتوسيكل في اللي هو ايش هغير له زيت وانا كده زي الفل، هبص بس على الجنزير واشحمه واغسله وكده الدنيا تمام. لا مفيش الكلام ده. انا عايز اقول لك انت من فتره للتانيه انت لازم تهتم بصلاحيه كل حاجه عندك في البايك، ومن ضمنهم المساعدين. كل حاجه في الموتوسيكل هتلاقيها مربوطه ببعض بمسامير، فانت ممكن تلاقي مساعدين نازل على المساعدين التاني، او المساعدين اليمين نازل اكتر من المساعدين الشمال، وهكذا. فده بيؤدي لاختلال التوازن في البايك، فبيؤدي للوابلنج. المساعدين الامامي غير المساعدين الخلفي، لان هي بتعتبر نسبه وتناسب. الناس بقى اللي بتنزل البايك من قدام قوي وترفعها من ورا او العكس، ده بصراحه انت كده بتقول للوابلنج تعالى خدني بالحضن. يا جماعه لازم نهتم بالموضوع ده ونعرف انها نسبه وتناسب، مش عشان اخلي البايك بتاعي شكله مختلف اعرض نفسي للخطر. من ضمن الاسباب برضو الحفر والخطوط بتاعه الطريق، ديت من ضمن الحاجات اللي بتبقى خطر جدا، مش بس للموتوسيكلات الريس، لا دي بتبقى بقى الموتوسيكلات، سكوترات، كروزرات، اي حاجه ماشيه على عجلتين. الحاجات دي بتبقى خطر عليهم جدا. انا ليا واحد صاحبي معاه سكوتر ماشي على سرعه قليله جدا، حفره بس شقلبت له السكوتر بتاعه، كسور بقى ودخل في عمليات وحاجات كده. فربنا يستر علينا كلنا. الحفر والحاجات دي عايزك تتعامل معاها كده بعقل شويه، وعلى قد ما تقدر تحفظ مكانها وحاول ما تبلعهاش. ايه الحاجه الخامسه؟ وزن البايك. في الناس اللي هي بتحط الشنط في البايك من الجنب، حاول على قد ما تقدر اللي انت توزع الوزن. يعني مثلا ما تحطليش عد على الجنب الشمال وتسيب الجنب اليمين ما فيهوش حاجه، لا ده كده انت بتعمل اختلال في وزن البايك. طب الاختلال في وزن البايك ده هيؤدي لحاجه، هيؤدي لحدوث الوابلنج. من ضمن برضو الحاجات اللي في وزن البايك الشخص اللي وراك دوت يعتبر برضو وزن على البايك. لازم تفهم الشخص اللي قاعد وراك ده يقعد ازاي، ما يتحركش، لان اي حركه انت وهو بالسلامه هنجيبكم من على الاسفلت. فلازم الشخص اللي وراك يكون قاعد وما يفركش كتير كده وقول له يهدى، وما يتحركش اي حركه عشوائيه. النقطه السادسه الناس اللي بترفع اغلبهم بيحصل معاهم وابلنج. ايه السبب لده؟ وهو رافع بيحاول يوزن البايك اللي هو يودي الجدون بتاعه يمين وشمال. اول لما البايك بتنزل منه وانت عاوج الجدون بيحصل الوابلنج ده. طبعا انا مش بشجع الناس اللي هي ترفع والجو ده، بس بقول لك لو انت من ضمن الناس دي حاول تخلي البايك بتاعك وانت نازل على قد ما تقدر باصص لقدام، وقبل ما البايك يلمس الارض تديها سنه بنزين
عشان ما تهبطش مره واحده والوزن كله ينقل للعجله اللي قدام، فانت كده اختليت بوزن البايك ولا قدر الله ما يحصلكش حاجه. نيجي للنقطه اللي بعد كده، ايه هو الحل في الوابلنج؟ طبعا النقطه الاولانيه ومفيش قبلها اي حاجه، الموضوع ده يا جدعان اقسم بالله بستر ربنا كلنا ماشيين على الطريق دوت بستر ربنا يعني، فربنا يحفظنا كلنا. النقطه الثانيه بتبقى موجوده في بعض البايكات زي السي بي ار والبي ام، وهو الكترونيك ستيرنج دامبر، وده بيبقى جهاز نازل في البايك نفسه من الشركه بيقلل من اهتزاز الجدون يمين وشمال، حاجه كده شبه المساعدين بس بيتحط في الجدون عشان يمتص القوه بتاعه الجدون. والله من كتر ما الموضوع ده مرعب، انا البايك بتاعتي سي بي ار 600 دبل ار 2007 فيها اصلا ستيرنج دامبر، انا جبت لها واحد زياده تمام، وبتقله لما يكون في مثلا طلعات على الطرق المفتوحه وبتاع، بتقله خوفا من الموضوع ده يحصل. طبعا احنا عندنا في بايكات ما بينزلش فيها الستيرنج دامبر من الشركه، زي مثلا الياماهات في موديلات ما بينزلش فيها الستيرنج دامبر والكلام ده، انت ممكن تجيبه وتركبه. طب يا سيدي انا مثلا ما عنديش ستيرنج دامبر والكلام ده وحصل معايا، انا اعمل ايه؟ يعني هقول لي دلوقتي كده حل اعمله لو بجري او ماشي وحصل الوابلنج. بص يا سيدي، التصرف الاول وعايز اقول لك ان هو هيبقى صعب شويه، ما تصحش أرجوك بلا صياح، الوضع ريلاكس خلاص. تهدى كده. وانا عارف الموضوع صعب شويه بس على قد ما تقدر تملك اعصابك. ليه؟ عشان نعرف نفكر ونحفظ اللي انا هقوله لك ده. بلاش تشد ايدك، انت عندك الجدون هيتحرك يمين وشمال، انت لو شديت ايدك حرفيا لا قدر الله ممكن ايدك تتكسر، فبلاش تشد ايدك، رخي ايدك على الجدون على قد ما تقدر، يا دوب بس ماسك القبضه بتاعت الجدون. كده كده الجدون هيصحح مساره بنفسه. طب ازاي يا سيدي الجدون هيصحح مساره بنفسه؟ هي الفكره شبه البندول، قوه بتوديه يمين وشمال، مع الوقت القوه دي بتقل تدريجيا لوحدها. الفكره بقى خلال الوقت ده خليك محافظ على ايدك على الجدون، ما تدوس فرامل وما تدوس بنزين. بالنسبه للبنزين فانت حاول تخفف ايدك من على البنزين تدريجيا لحد ما البايك يقف والوابلنج يهدى. برضو من النقاط المهمه اللي انت لازم تتصرف فيها لو لا قدر الله حصل معاك الوابلنج، ان انت ترمي صدرك على التانك. انت لو رميت صدرك على التانك هتلاقي الموضوع اهدى والوابلنج خف بنسبه كبيره جدا. دي يا شباب كان كل حاجه تقريبا عن الوابلنج، بما ان في ناس طلبته مننا فقلنا نتكلم عليه في فيديو لوحده، واشوفكم في فيديو الاسبوع الجاي. سلام.